السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعالى نعمل مع بعض النهاردة غدوة حلوة جدا هتعجبكم بإذن الله. معانا فرخة كده حجمها 2 كيلو، 2 كيلو وربع كده، يعني ما شاء الله حجمها كبير. حطيت عليها ملح، فبصوا فتحتها كده من النص، وطبعا يعني فتحت جنب واحد وسبتها سليمة كده، ايه، مشبوكة من تحت من عند السلسلة، وحطيت لها ملح وليمون وايه، وسبتها كده بقى تتنقع شويه. وهنا معايا طماطمايه وقرن فلفل، جزرايه، بصلايه كده. هنعمل خلطه حلوه جدا جدا للفرخه دي عشان نشويها في الفرن. تعال نشوف مع بعض كده ايه الكام تكه بتوعنا بتوع الشوي. هيعجبوكوا جدا جدا، وهتطلع معاكي فرخه مشويه تحفه. بقت بالشيء الفلاني بره مشويه، لا اعمليها في البيت وبأقل التكاليف وبأحلى طعم وبأحلى جودة ونظافة وكل حاجة. حاجتك في البيت غير لما بتعمليها بره، بتبقى مغسولة ونضيفة ونقعاها وعاملة خلطتك حلوة كده، ونفسك في الأكل فيها يبان. تمام، فهنقطع كده ايه اللي حطينا الطماطمايه وقرن فلفل وبصلايه. تمام. صوص الباربيكيو دوت بتاع فراخ مشوية، يعني لو متوفر عندك، مش متوفر خلاص ممكن تحطي مكعب مرقة برضو لو بتحبي. الحاجات دي اختياري مش أساسي في الوصفة. معنا ملح وفلفل وكركم وبابريكا وورقتين من اللوري. هنشيل طبعا الورق اللوري ده عشان خاطر ايه ما يعملش. وهحط كده معلقة من الخل عشان ما يتفرمش في الكبة. تمام كده. والجزرايه دي برضو ايه هنفرمها برضو، وبس مش هحطها مع الخليط اللي في الكبة يعني. تمام، هفرمه كده ايه فرم سوق، اللي هو مش ناعم قوي لا يعني، ولا متوسط، اللي هو قبل الناعم على طول، تبقى باينه فيه ايه البصله كده والفلفل والحاجه. هنا بقى اخدت الفرخه اغسلها غسله حلوه زي ما انتم شايفين، وهقلبها كده وهطلع منها. بصوا، هي الفرخه ما شاء الله كبيره، هطلع منها قطعتين كده من الصدر. إيه، يعني حلوين كبار، وفي نفس الوقت الصدر برضو فيه لحم يعني مليان، فعشان خاطر تستوي كمان معانا. يعني الشوي الفرخة ما بتعديش عن كيلو ونص، بس عشان دي ما شاء الله كبيرة فانا هشيل جزء من الصدر كده، بحيث ان هو ايه تتشوي معايا وتستوي، يعني تاخد سواها كامل. او بصوا القطعة ما شاء الله كبيرة يعني. تمام اهي، بصوا برضو بقول لكم ان هو الصدر فيه يعني مليان. هعمل فتحات، بصوا هقطع كده من هنا ومن هنا، بحيث ان انا اعرف افرد الفرخة يعني. لسه برضو ايه يعني العظم حاولي انت تفصليه كده عن بعضه بحيث ان هي تتقطع. هقطع الجزء ده كمان زي ما انتم شايفين كده اهوت. ويبقى كده بصوا اهي برضو مليان لحم الصدر، يعني فيه مش مفهوش. ولكن عشان هي كبيرة. تمام كده، برضو هغسل كده ايه، بصوا قطعتين الصدر هغسل كده الفرخة برضو غسلة تاني، عشان بعد ما قطعناها وبعد ما عملناها كده انا بنقعها بملح وبليمون بتطيع اي زفرة فيها. إيه، انتي حسب طريقتك في النقع انقعي، بس يعني دي اقل حاجة في التكاليف النقع، وفي نفس الوقت ما بتخليش في زفارة وبتخليش فيها دم، بتخليها زي الفل. كده فتحناها كده اهوت الورك زي ما انتم شايفين، ونيجي كسرينها كده من عند السلسلة من عند الوراك. تمام كده، ونيجي قلبنا مع الكبدة والقنصة بتاعتها. الخلطة بتاعتنا جاهزة، هنفضيها كده ايه عليها. بصوا لون الخلطة تحفة اهي، بسم الله كده فضيتها. وهنتبل بقى ايه الفرخة كده، هشرب فيها التتبيلة كلها، هحط عليها دوت فص ليمون. ده ليمون كنت مفرزاه وحطاه في الفريزر كده مكعبات، يعني جمدته يعني في الفريزر وكده، بطلعه بقى مكعبات، ببقى مصفياه من البذر ومن كله. وبينفع بصراحة لما يكونش عندك ليمون طلعي مكعب منه بينفع. هات هنا كده وسيبها تتبل شوية عبال ما ابشر الجزرة بتاعتنا. يعني انا كده هتبلها، انا قلت تشرب بس من التتبيلة شوية عبال ما ابشر الجزرة. كده تمام اهي. شلت بقى الكبة والحاجة، ونيجي جايبين بقى بصوا بالضيقة شوية مش بالواسعة قوي، او بالواسعة عادي هتستوي معاكي، بس بالضيقة دي احسن يعني. كده هي بشرتها زي ما انتم شايفين، وحطيت الورق اللوري عليها، وحطيت البشر الجزرايه. الجزرايه بتديها تسكيره حلوه كده، وبتدي طعم حلو في الخلطه.
وفي الفراخ وفي الحاجة اللي انت بتحطي فيها، بصراحة بتطلع تحفة. جبت صينية كده حطيتها وحطيت عليها الشواية وفتحتها، وهنحط كده ايه الصدور كده اهي. بسم الله، احطها كده بقى ايه بالخلطة بتاعتها كده تحت، واللي ينزل منها عايزة اقول لكم بيطلع الطعم يعني من البخار بتاع المية اللي انا هحطها دلوقتي او المحلول بتاعها في الصينية من تحت، ومع الخلطة اللي بتقع منها بتطلع تحفة. بص تحت الجلد كده بحشي كده، وفي الفتحات برضو، بحيث ان هي تتشرب كلها ويطلع طعمها حلو. كده جهزتها وحطيت كده ايه مكان بقى الخلطة في الشفشق كده، إيه مليته مية كده، وحطيت معلقة كبيرة من الملح، وهدوبه بقى ايه الملح خالص اهوت. وهنزل بقى هنا كده ايه بالملح بالخلطة ديت اللي هو المحلول دوت، بحيث ان هي تغلي وتطلع البخار عليها عشان متبقاش ناشفة الصينية وتتحرق، لكن البخار بيطلع عليها بيسويها. هحط كده بس على الوش كده ايه معلقتين من الزيت اهو. تمام كده معانا معلقتين بس من الزيت، وهقفل عليها مش هحط لها بقى ايه اي حاجة تاني. وبحطها على الفرن، بنزل الشبكة تحت وبحطها واسيبها بقى ايه حوالي ساعة ونص كده، بتطلع معايا كهرمان عشان هي حجمها كمان كبير. حطيت حلة على النار ونزلت كده بكيلو مكرونة معوجة، واحط عليه شوية من الزيت. تمام، ومعلقة كده من السمنة، معلقة بتاعة الأكل يعني، بس أنا حطاها في المعلقة الكبيرة اهيت. وهقلب بقى كده واحمر المكرونة، تجيب الدرجة معانا اللي هي يعني ايه، بصوا الذهبي دي اللي هي قبل ما تحمر قوي. هنشوف مع بعض الخطوات هوريكم. دي الشوربة كانت عندي، طلعتها من الفريزر كده فكت معانا، احط لها شوية ملح وشوية من الفلفل الاسود عشان حاسة ان هي عدبة، وكمان احطها على المكرونة فهبقى محتاجة لها رشة فلفل اسود كده، ورشة ملح معلقة مثلا صغيرة، مش بحط كتير بحس ان هي مش محتاجة كتير يعني. تمام، هنحمر كده المكرونة، بصوا عطت اللون ده كده، ولسه برضو يعني طبعا حباية وحباية يعني. تمام، عندي بقى شعرية، هنزل كده بنص كيس شعرية اهي عليها، وهحمر بقى الشعرية طبعا لو انتي اول مرة تعمليها وحاسة ان هي مش هتديكي نفس الدرجة بتاعة المكرونة، يبقى اتحمري المكرونة لوحدها وتحمري الشعرية لوحدها، وبعدين تضيفيهم على بعض وتقلبيهم، وتيجي نازلة عليهم بالشوربة بتاعتك. حابة تضيفي معلقة صلصة ضيفي، بيزود الحسن الطعم كمان لو انت حابة لو عندك طماطم مصلصاها برضو حطي. بصوا الدرجة دي بتاعت الشعرية بتاعت المكرونة يعتبر كلها ما عادش فيه بقى حباية وحباية، بقى كله شبه بعضه. تمام كده، هنزل بقى كده بسم الله بالشوربة بتاعتنا. كنت حاطة فيها ايوه عشان برضو ايه منساش، إيه نص مكعب من المرقة، مش كتير، دي مكرونة الافراح بتطلع تحفة جدا. وحطيت هنا كمان حطيت كوباية مية، احط كمان كوباية عشان هي محتاجة، هحط لها المية اللي هي محتاجاها بحيث ان هي ما تطلعش ناشفة مني. انا بحمرها طبعا، والشوربة كانت سخنة والمية كانت باردة، بس هي عشان متحمرة ولسه واقفة على النار فبحط لها عادي مش هتعجن معاكي. لكن انتي لو رفعتيها من على النار لازم تغلي الشوربة او المية اللي انت هتحطها لها. اي حطيت لها كمان مج مية، وحطيت كده ايه شوية من الملح عشان المية اللي انا حطيتها، ورشة من الفلفل الاسود، وهقلب بقى تقليبة كويسة كده، وهغطيها واسيبها تستوي. بصوا دخلت معايا كده على السوا هي، بس هي لسه فيها شوربة ولسه بتغلي يعني. بس عايزة اقول لكم هي قد ايه مفلفلة وقد ايه حلوة جدا وطعمها حلو جدا وريحتها فظيعة. دي مكرونة الافراح بيعملوها في الافراح دايما، بتطلع خطيرة. فانا قلت اعملها النهارده بقى جنب الفرخة المشوية. تعالوا نطلع الفرخة كده من الفرن ونشوفها مع بعض. بسم الله. بصوا كده طلعتها هي، لونها حلو، سواها حلو جدا، ريحتها كانت حلوة بصراحة. تحس ان الحاجة كده لما تبقى فريش والتتبيلة كده بتطلع معاكي حلوة قوي.
بصي بتجيبي شوكة كده ومن جوه كده بتتكي عليها بحيث ان هي تنزل ما تبقاش شابطة في الشواية، عشان الجلد ما يتجرحش طبعا معاكي ويتشال، يبقى شكلها مش حلو. اهي بصوا كده سلكتها اهيت. هجيب بقى ايه سرفيس كده او طبق كبير ايا كان اللي عندك وحطيه عليه بقى للتقديم. بسم الله. تمام اهي بصوا شلتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، شوف لونها عامل ازاي، ولون القطع اللي انا طلعتها اللي هي اللي من الصدر دي برضو جميلة، متحمرة من فوق ومن تحت كده، حاجة كده تحفة، لونها ذهبي جميل. والكبدة والقنصة برضو حطيتهم وخدوا لون برضو حلو جدا، ما نشافوش ولا حاجة. هنشيل كده بقى الشواية اهيت، وفي صوص في الصينية تحت لو انتي حباه ممكن تحطيه في بولة كده وتحطيه جنب الاكل، بيغمسوا منه بيطلع حلو جدا. هنا بقى المكرونة كانت خلاص بقى اتشربت واستوت، هنغرف كده معاكوا اهوت. بصوا الجمال. مفلفلة وجميلة وطعمها حلو جدا، جربوها بجد هتعجبكوا قوي. هنحط كده المكرونة بتاعتنا، عايزة بقى تعملي طبق سلطة جنبها، تمام، طبق بابا غنوج اللي يعجبك يعني، عايزة تعملي الأكلة كده وخلاص وتستكفي بيها، يعني اللي تحبيه. يا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتجربوه ان شاء الله، وتطلع معاكم كل حاجة تحفة زي ما طلعت معايا ومستوية ودايبة زي ما انتم شايفين. بصوا العظمة سايبة الجلد. هجيب شوكة كده واقطع لكم منها، عايزة اقول لكم هي عشان سخنة كمان فانا مش متحكمة فيها قوي يعني، انما يعني هي تحفة وسايبة نفسها وطعمها حلو جدا جدا، وتحس ان النساير كده طالعة من بعضها زي ما انتم شايفين كده هي. جربوا الوصفة ديت هتعجبكم جدا، والمكرونة كمان طعمها حلو جدا وريحتها فظيعة. استنوني فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة.